النهارده هنتكلم عن واحد من اكتر الموضوعات اللي انا بحبها، وهي وجود favorites او ان حد يكون عنده اشياء مفضله. وهحكي لكم ازاي الحاجه دي غيرت لي حياتي، وهوريكم شويه من حاجاتي المفضله للشهر ده. الاول اهلا، انا نيره وويلكم تو نيري تيل. بسبب قد ايه الحاجات المفضله بتاعتي يعني خلت حياتي احسن بكتير، فانا اهدف في هذا الفيديو او امل ان انا اقنع الناس اللي هي بتبقى شايفه انه الحاجات دي مش حاجه مهمه قوي او ان هي حاجه تافهه، ان حد يكون عنده حاجات مفضله او بيختار مثلا حاجه بلونه المفضل، الحيوان المفضل لينا كده. فخليني اول اكلمكم على السيكولوجيه الحاجات المفضله عامه. انا شايفه انه يعني في ناس كتير بتتكلم على اجزاء مختلفه من سيكولوجيه الحاجات المفضله. بالنسبه لي الجزء المهم هو ان بحس ان الانسان يعني بيحب ان هو يعبر عن هويته في حاجات مختلفه. الحاجات دي ممكن تكون اشياء مفضله، ممكن تكون طريقه لبس مثلا، ممكن يعني التعبير بيطلع باشكال مختلفه كتير. فوجود اشياء مفضله هي زي ماركر كده للهويه بتاعتنا. فالانسان بيحب يكون عنده هويه، واتنين ان هو يحس بالانتماء او الكونكشن للاشياء وللاشخاص، مش بس على مستوى شخصي، لا كمان على مستوى مجتمعي. انه الانسان ممكن يكون مثلا بيحب الاهلي او الزمالك، ده مثلا فريقك المفضل، فبتحس بالانتماء مع كل الناس اللي بتحب نفس الفريق ده. لما بيحصل حاجه انتوا عندكم شيرد اكسبيرينس او شيرد، يعني في حاجه ما بينكم كده، بسبب ان انتوا الاتنين فريقكم المفضل هو الاهلي او الزمالك. فمن المشهور جدا الناس يبقى عندها لون مفضل، حيوان مفضل، شكل مفضل، يوتيوبر مفضله كده. يعني الشخص بيكون عنده حاجات مفضله عشان دي الحاجات اللي بيحس ان هي شبهه. والتعليق ده بيجيلي كتير عامه، هو الناس تسالني ازاي الحاجات دي شبهك، او ازاي انتي بتعملي حاجات شبهك. كلمة شبهك دي معناها ان هم اولا عارفين الهوية بتاعتي شوية، عشان انا بعبر عنها باشكال مختلفة كتير مش بس في الحاجات المفضلة. وثانيا هم شايفينها في الحاجات اللي حواليا وفي الحاجات اللي انا بختارها. بالنسبة لي دي لوحدها اصلا experience مختلفة تماما في الحياة. يعني انا ممكن اعيش الحياة بتاعتي بطريقة مختلفة تماما لو انا ما كانش عندي حاجات المفضلة دي، لان كده كده يعني كده كده هيبقى عندي حاجات، صح؟ يعني انسان ممكن كده كده مثلا يبقى عنده حيطة، بس الحيطة دي لو هي لونها أصفر والإنسان بيحب اللون الأصفر، فدي يعني experience مختلفة تماما في الحياة. فأنا عامة ببقى قصدة جدا في كل حاجة أنا بجيبها، في كل حاجة أنا بختارها، وبحب جدا المعنى والذكرى اللي بيتكونوا مع وجود الأشياء المفضلة دي عبر السنين. فهحكي لكم موقف صغير. انا مثلا بحب البقر واليونيكورنز، ودي يعني حيواناتي المفضله لاسباب مش هندخل فيها دلوقتي، بس دي من الحاجات اللي انا بحس انها شبهي. فالمهم في 2 صحابي اسمهم ارتي وجاسو، دول كانوا بنتين الروميتس بتوعي في الجامعه، وفي ترم من الترمات بتاعه الجامعه كانوا هم موجودين في دوله تانية. فالمهم لقيتهم بعتولي فيديو بيقولوا لي احنا لقيناكي في البلد اللي احنا فيها دي. فالفيديو يعني انا بالنسبه لي الفيديو ده بحبه قوي، عشان هم حرفيا بعتلي فيديو ببلاشي او اللي هو دبدوب كده على شكل بقره، ولما بيقلبوه بيبقى يونيكورن. فاللي هو انا بجد ما كنتش متخيله ان في حد هيصنع حاجه زي كده اصلا. يعني ممكن يكون حد اللي صنعها مش عارف انه يعني البقر واليونيكورنز ما لهمش علاقه ببعض، بس ليهم علاقه ببعض بالنسبه لي كبيره. ف... فان حد يكون حط الحاجتين دول مع بعض، دي كانت حاجه بالنسبه لي حلوه قوي. واحلى انه صحابي افتكروني من على بعد اميال بسبب حاجه انا بحبها. فالكونكشن اللي بيجيلي بسبب ان انا بعبر عن الحاجات اللي انا بحبها وبتكلم عنها، ومش بيفرق معايا قوي ان الناس ممكن تقول مثلا دي حاجه تافهه قوي، لو انت ليه عندك حاجه بقره انت كده، يعني مش بيفرق معايا قوي. فده بالفعل فتح لي كده انلوكت حته كده في الحياه رائعه. وعشان عارفين ان انا بحب امنطق الاشياء، فمحتاجه اخدكم في دماغي المنطقيه لما بفكر في الحاجه دي، او لما بفكر في التعليق بتاع الناس. اللي هو مثلا لو حد قال لي ان دي حاجه تافهه او حاجه مش مهمه او كده، بغض النظر عن كل اللي انا حكيته، حاجه صغيره جدا، وهي انه كده كده الانسان هيعيش الحياه دي. كده كده الانسان هيشرب القهوه في مج، ما فيش حد بيشرب في ايده. الناس بتمشي في الشارع كده كده ممكن تلاقي ورد، كده كده ممكن حاجات كده كده بتحصل. اللعيبه بيلعبوا الكوره كده كده، الحاجات دي حوالينا، صح؟ ففي عندنا اختيارين. الاختيار الاول انه احنا ما نشاركش اكتر في هذه التجربه، وده حق كل انسان عادي. يعني الناس اللي شايفه ان ده الطريقه اللي هم عايزين يعيشوا بيها، دي حريتهم الشخصيه، مش كل الناس عندها نفس الافكار. بس انا بالنسبه لي انه هي كده كده ما بتضرش حد، انه ممكن تعيش بالطريقه دي، وممكن برضو من غير اي ضرر، بالعكس في فائده رائعه.
ان انت تعدي في الشارع وتلاقي الورد فتلاحظ ان وردتك المفضله في الشارع، التيم اللي انت بتحبه كسب في الماتش فتحضر الشخص اللي جنبك وتهيصوا مع بعض عشان دي حاجه انتوا بتحبوها، بتشرب القهوه بتاعتك الصبح بس المج هو المج اللي انت بتحبه، تعدي جنب مكان وتلاقيه حاطين بقره صغيره وانت بتحب البقره. يعني دي حاجات كده كده عديت، كده كده خدت من وقتك ومجهودك وطاقتك، بس ان انت تكون يعني معدي من غير ما تشارك اكتر ده اختيار، والاختيار التاني موجود برضو وبالنسبة لي فوائده اكتر بكتير جدا، وكمية الذكريات وكمية المشاعر والحاجات اللي انا مريت بيها يعني الحلوة بسبب بس ان انا عندي حاجات مفضلة، دي حاجة انا هفضل احمد ربنا عليها للابد، لان هي يعني هي فعلا بالنسبة لي انقذتني كتير قوي من ان انا اعيش حياتي على اوتو بايلوت، او ان انا اعيش حياتي بشكل يعني كئيب بالنسبه لي. واخر حاجه عايزه اقولها ان الحاجه دي ما اتغيرتش معايا عبر مراحلي الماديه خالص، يعني وانا كنت افقر من كده وانا كنت اغنى من كده، في كل الحالات دي حاجه ان انا يكون عندي حاجات مفضله ما اتغيرتش، والجوي اوف هافينج الحاجات المفضله دي برضو ما اتغيرش. يعني ممكن مثلا زمان لو انا مثلا رايحه ايفنت وهم بيدونا فيه اساور مثلا، انا اختار الصوره لونها بينك، ده اوريدي كان بيجلب لي سعاده، ان انا اقعد في الترابيزه اللي عليها الرقم المفضل بتاعي، او ان انا اقابل بنت عندها نفس اسمي. كل الحاجات دي كوست $0 بس في نفس الوقت يعني بتديك نفس الشعور بتاع ان انت بتكسبيرينس الحياه بالحاجات المفضله بتاعتك. ودلوقتي كبرت شويه واقدر اشتري شويه حاجات، عايزه اوريها لكم، اوريكم مجموعه الحاجات المفضله بتاعتي الشهر ده. فلو انتوا وصلتوا لحد هذه اللحظه شكرا جدا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. دلوقتي اوريكم الحاجات المفضله بتاعتي وليه. ملحوظه صغيره، مفيش اي حاجه من دول سبونسر. اول حاجه السلسله دي، اكتشفت ان الاكسسوارز بجد هي اللي بتخلي اي حاجه كده تبقى فيها شخصيه، فانا فضلت ادور على اي سلسله تكون فيها شخصيه، وبعدين لقيت دي، والمحل اللي انا اشتريتها منه كان اسمه تي جي ماكس هنا في امريكا. بس مش بس كده، بعد ما انا لقيت دي في نفس اليوم في نفس المحل لقيت ايه تاني؟ البنطلون ده يا جماعه، انا بجد دي يعني من الحاجات كده لما ببص في الدولاب كده بشوفهم بقول واو اي لاف ذم. تاني حاجه هي الكاندل دي، كنت عايزه اجيب كاندل عشان البيت، ولقيت بالصدفه ايه بقى مكتوب عليها بينك فيري تيل، نيري تيل بينك فيري تيل، بجد تحفه. فدي من اكتر الحاجات برضو اللي انا لما بشوفها كده بحس that's me. تالت حاجه هي اللاليز لاسباب متعدده. يعني اولا الورده اول مره اكتشف ان هي ماجستيك قوي، اولا كبيره كده وريحتها قويه ونفاذه، وحتى ريحتها لحد دلوقتي مع اني حطيتها جوه الجورنال بتاعتي برضو ريحتها قويه، يعني بفتحها كده بشم ريحه اللي هو الثبات، مش عارفه اوصفها لكم اكتر من كده ايه، والالوان والنقط اللي فيها الصغيره والديتيلز تحفه ما شاء الله. رابع حاجه الكتاب ده، الكتاب ده كانت صاحبتي الاء جابتهولي هديه، شكرا الاء اي لاف يو، وبجد مش عارفه اقول لكم قد ايه هو رائع. الفتره دي انا بحاول اعمل حاجات اكتر بايدي، انا عامه بحب الجورنالينج قوي، والكتاب ده بيساعدني اجورنال اكتر وبطرق مختلفه. يعني هو جواه بيبقى فيه مثلا ستيكرز، بيبقى فيه حاجات اكتيفيتيز نعملها، ممكن نصنع حاجات، ممكن نكتب حاجات، ممكن يعني في كذا سيكشن. فالكتاب ده تحفه. ده الكونتينر بتاع العسل بحطه في الكوفي كورنر عشان اعمل بيه ماتشا او اي حاجه محتاجه عسل، بس بصوا قصوا ازاي، وبجد هو حاجه واحده بس صغيره فيها كده حاجه شكل حاجه كده يعني حيوان صغير بتفرق في مودي طول اليوم. الكتاب ده الكتاب اللي انا بقراه دلوقتي، وبقراه بقالي فتره الصراحه، يعني انا بقرا في النص كتب تانية او بسمع اوديو بوكس حاجات تانية، بس ده بالنسبه لي هو كومفورت بوك اكتر، اللي هو بيبقى بيتكلم عن المشاعر، بيشرح كل شعور بكلمات اكتر. فانا بحب اقراه عشان اولا بيزود حصيلتي اللغويه، ثانيا بحب قوي اشوف ناس بتعبر عن الشعور بكلمات، عشان بحس ان هم يعني دي بروسس صعبه شويه. الكتاب ده ماريا وروان صحابي جابوهولي من متحف، ثانك يو ماريا وروان بحبكم، وبجد يعني تحفه. هو بيعلمنا نرسم، انا مش عايزه اوريكم رسوماتي بس هو يعني هو كتاب بيبقى فيه رسومات فيها يعني الطريقه من اول ما هي بتبقى شيبس صغيره كده لحد الرسمه الاخيره. بحب برضو ان انا استخدمه علشان يديني افكار ان انا اولا انا بحب ارسم، ده اول حاجه، بس انا مش بعرف ارسم قوي.
وتاني حاجه ان انا بحب ان انا احط افكار في الجورنال بتاعي، فان انا ارسم انا سكتش صغير حتى لو هو حاجات كده ابستراكت صغيره في الجورنال بتاعي، بالنسبه لي حاجه جميله قوي. فده واحد من الاكتيفيتيز المفضله بتاعتي، وبرده بيخليني اعمل حاجه بره الموبايل بتاعي، ودي حاجه مهمه جدا، يا ريت تعملوا كده. واخر حاجه البرفيوم ستوري، هشرح لكم اكتر ايه الحاجات المفضله في كل حاجه فيهم. اول حاجه ده نوران اختي جابتهولي، I love you نوران، وهي اصلا نوران بتفهم في البرفيومز قوي، فهي جابت لي البرفيوم ده من مصر من مكان اسمه ليلاز. البرفيوم ده بحبه لما اكون ورايا حاجات كتير، بحس ان انا عايزه اعملها، بحس ان انا انسانه يعني disciplined كده لما بحطه. ما تسالونيش ليه على اي حاجه انا هقولها دلوقتي، لان كلهم في حاجات تتحس وما تتقالش. ده لافي بال، انا جبته قبل الهانيمون بتاعي على طول، ولما بحطه بحس ان هو يعني بيخليني حاسه ان انا بنوته عسوله، بيخليني حاسه ان انا يعني ام كيوت، مش محتاجه اشتغل النهارده. ده من واي اس ال، وبحطه لما اكون حاسه ان انا يعني الاثنين، اللي هو مثلا جيرل بوس، اللي هو انا مثلا عندي حاجات بعملها والحاجات دي قويه قوي، بس في نفس الوقت انا بنوته عسوله. ده بالنسبه لي بيعبر عن كده. وده سي بحطه لما بكون حاسه ان انا انجليك ماجستيك، يعني كده في حاجات عسوله كده في حياتي النهارده، ان انا سعيده. بس كده دي كانت حاجاتي المفضله، واتمنى اكون اقنعتكم يكون عندكم حاجات مفضله. والناس اللي هي اوريدي عندها حاجات مفضله يا ريت تقولوا لي عليها في الكومنتس، عشان انا بقرا كل الكومنتس وبحب قوي يعني نتكلم مع بعض، ما بحبش ان انا اكون بتكلم معاكم لوحدي. فلو سمحتم احكوا لي عن الحاجات اللي انتوا بتحبوها والحاجات المفضله بتاعتكم في الكومنتس عشان اقراها كلها وهرد عليها. شكرا جدا. بس كده لو عجبكم الفيديو عايزين تشوفوا وشي اكتر، لايك الفيديو، سبسكرايب للشانل، وستي راعين. ماشي يا ستة. اوكي طب اطلع عشان فاضلي دقيقة بالظبط، دقيقة. سوري بيبي، ثانك يو، لاف يو. ايه ممكن عندي هنا جنبك. اوكي ماشي، طب لف وشك الناحية التانية ينفع؟ معلش انا بحاول انسى ان انت عايش. مبصليش. بس كده دي كانت، مبصليش. ده يلوك كيوت. يا كان حلو.